اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات فوازير ومنين يا بلدينا واحنا بلدنا. والمفروض تقولوا لنا اسم المحافظه اللي احنا بنتكلم عنها. محافظتنا اللي احنا بنتكلم عنها النهارده هي احدى المحافظات المكونه لاقليم القاهره الكبرى. بتقع محافظتنا في منطقه شرق النيل عند راس الدلتا. مساحتها 1001 كيلو متر مربع، 11 مدينه، 7 مراكز، 46 وحده محليه. عدد سكانها 6,182,750 نسمة. في العصور المصرية القديمة كانت بتقع محافظتنا في إقليم العاشر من أقاليم مصر السفلى، وكانت عاصمتها بتسمى حات أو حري أو إيد، وبتعني قلعة وسط الأرض، وده لأنها بتتوسط الجزء الجنوبي من النيل. أما بقى في العصر البطلمي والروماني فكانت محافظتنا بتسمى إتربيس، وعرفت في اللغة القبطية باسم إتريب أو تل إتريب، وكانت مركزا زراعيا وصناعيا وتجاريا كبيرا. أما بقى في العصر الإسلامي فمحافظتنا كانت تابعة لإقليم الشرقية، وفي سنة 1351 أصدر السلطان الناصر محمد بن قلاوون مرسوما بفصلها عن إقليم الشرقية واعتبارها إقليما باسم أعمال اسم محافظتنا اللي احنا بنسأل عنه، واللي سماها نسبة إلى عاصمتها في ذلك الوقت التي كانت بتسمى كاليوم على اسم إله الشعر الملحمي عند اليونانيين. ومع توالي الأحداث وتغيير أسامي المحافظات من أعمال إلى ولايات ثم مأمورية ثم إلى مديرية، فكانت محافظتنا بتحت نفس العهد. ففي سنة 1833 تم إطلاق مديرية على محافظتنا، ولكن تم تغيير عاصمتها إلى العاصمة الحالية اللي موجودة الآن، عامل نفسه من. وفي العصر الحديث أصبحت محافظتنا قلعة ضخمة من قلاع الإنتاج الزراعي والصناعي. بما إن محافظتنا قلعة من قلاع الإنتاج الزراعي فنلاقي إن من أهم المحاصيل اللي بتشتهر بيها محافظتنا هي الذرة الشامية، القطن، القمح، الموز والموالح والمشمش، طبعا بالإضافة إلى كافة الخضروات التانية. وهي كمان مش قلعة زراعية فقط، لا هي كمان قلعة صناعية، فهنلاقي فيها بعض المصانع للبلاستيك والسيارات وكابلات الكهرباء والمواد الغذائية. تحتفل محافظتنا في 30 أغسطس من كل عام بالعيد القومي ليها، وهو التاريخ اللي بيواكب ذكرى افتتاح القناطر الخيرية سنة 1868. أما عن أهم المعالم السياحية اللي موجودة في محافظتنا فهنلاقي إن فيها العديد من المعالم السياحية اللي بترجع لحقب تاريخية مختلفة. أما بقى عن أشهر هذه المعالم السياحية على الإطلاق فهي القناطر الخيرية، واللي بتعتبر أعجوبة فنية، فهو نوع من أنواع السدود المفتوحة بدأ التفكير فيها لاستخدامها في الري عن طريق حجز المياه، وضع حجر الأساس ليها في إبريل سنة 1843 في عهد محمد علي باشا، وتم افتتاحها في 30 أغسطس سنة 1868 في عهد الخديوي إسماعيل. وهنلاقي كمان من أهم المعالم السياحية اللي موجودة في محافظتنا قصر محمد علي، اللي بدأ البناء فيه من سنة 1808، واستمرت أعمال البناء حتى سنة 1821. وفي سنة 1836 انضمت إلى القصر سرايا الجبلية. ومن أهم المعالم التاريخية اللي موجودة في محافظتنا تل اليهودية، واللي بيعتبر من أهم التلال الأثرية، والتي ما زالت محتفظة بالعديد من المميزات الأثرية المتباينة لحقب تاريخية مختلفة، حتى إن الهكسوس أدركوا أهمية هذا الموقع وأنشأوا لهم حصنا أو معسكرا في هذا الموقع. وهنلاقي كمان في محافظتنا تابوت مصنوع من الحجر الجيري بيحمل اسم تف سيو آمن، وأيضا أطلق عليه تا إم حر آمن، وهو المشرف على الحريم الملكي ورئيس الخزانين. وهنلاقي من أهم المعالم السياحية الإسلامية اللي موجودة في محافظتنا هو جامع الظاهر بيبرس، واللي اتبنى في الفترة ما بين 670 ل 672 هجري. والكنيسة العذراء في محافظتنا هي من أهم الآثار القبطية اللي موجودة في محافظتنا، فبيرجع تاريخها إلى العصور المسيحية الوسطى، وهي إحدى الأماكن التي مر بها السيدة العذراء والسيد المسيح أثناء الرحلة المقدسة على أرض مصر. كلمة وقالها فيلسوف: اللي يلف الدنيا يشوف. يا ترى كنا فين النهارده؟